السلام عليكم. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعساكم من عواده. اليوم حديثي عن كتاب بوابة الأبعاد، وهو أحد مؤلفات جدي الشيخ عبد الكريم الخطيب، واللي انسرق مع عدد من مؤلفاته اللي عددها 21 مؤلف مخطوطة بخط إيده، وضمنت دواوين شعر نظمها بعضها في الرثاء والبعض في المديح والبعض في الشعر الفكه، وكتاب في النحو والصرف والبلاغة وعلم العروض، وقصتين شعرية مؤلفة بالشعر فقط. ومن أصدقائه الباشا عبد اللطيف إبراهيم المديل الذي عمر مدينة الزبير بالبصرة، والشاعر معروف عبد الغني الرصافي، والذي توفي معه في نفس العام 1945. مؤلفات جدي خطها بخط إيده، واستولى على جزء منها ميم عين الذي كان وقتها طالب، ودرس بعدها بكلية الآداب. ما تبقى من مخطوطات جدي تم سرقتها من قبل جيم أليف بالعام 2006، وبضمنها المؤلف بوابة الأبعاد الذي كان من مصادره مؤلف اسمه سور النبي سليمان. وكتب هذا المؤلف متنه باللغة العربية والحاشية باللغة الروسية. ومن مصادر المؤلف كتاب نظرية عالم روسي اللي ألفه عن آثار في العراق في وقت البابليين. كتاب جدي تحدث عن حكام الدول ومعارك المستقبل، وعن مدينة تعود لآلاف السنين اسمها أوروك، واللي تم اشتقاق منها اسم العراق. وتحدث في الكتاب عن قبر قلقامش اللي يتضمن مخطوطات حجرية. كان الباحث الروسي ترجم بعضها إلى الروسية، وقام جدي بترجمتها من الروسية إلى العربية. وتحدث عن امتلاك باني بال والبابليين بوابة الأبعاد التي ينتقل منها البابليون إلى عوالم أخرى في الكرة الأرضية، ولا جبل يحمل أسقف الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية. وتطرق جدي في كتابه إلى اتهام السحرة بعبادة الشيطان. كان جدي يتحدث بعدة لغات تعلمها خلال سفره خارج العراق. وقتها فرضوا العثمانيين الخدمة العسكرية الإلزامية على العراقيين. تحدث جدي باللغة الإنجليزية والتركية والهندية والفارسية. وكان جدي يمتلك طاقات استشفاء، وكان يشفي المريض خلال يوم واحد بفضل الله. وكان حافظ للقرآن الكريم. أما والدي عبد الحميد الخطيب فكان يمتلك موهبة الحفظ السريع، بإمكانه أن يحفظ حوالي 100 صفحة في يوم واحد. جدي كان أحد كبار الشعراء بالعراق، وكانت تنشر عنه جريدة الجمهورية، تنشر صورته وقصائده. وكان أفضل خطاط بالعراق، كان يخط بالخطوط العربية الستة. هذه صورة لجواز سفر جدي الله يرحمه
صدرت بالعام 1927. وهنالك صورة إلى على متن باخرة روسية، وهذه صورة جدي الله يرحمه. كان كل ما ينتهي من تأليف مؤلف أو ديوان شعر كان يحصل على هدايا من قبل الملك فيصل الثاني ومن قبل الملك غازي، وكانت الهدايا هذه أحيانا تتضمن شاحنة لمواد تموينية كان مباشرة يوزعها على المواطنين بالمدينة. وكان هو في وقتها من عائلة ميسورة، وكانت منطقة الجادرية هي جزء من أملاك جدي الله يرحمه. تحياتي لكم وعيدكم مبارك وعساكم من عواده.